حطيت سماعاتك؟ قرب حط سماعاتك ولا تبهدلنا إذا قاعد جنب أهلك. هذا الفيديو سببه أبوك. إذا هذا الفيديو كان مشفتر ورزيل ومبهدل لا تلومني إلي، لوم أبوك لأنه هو ما حكى لك هدول الشغلات يلي أنا بهذا الفيديو بدي أحكي لك إياهم. فبتمنى من أي بنت موجودة بهي القناة تغادر وتروح على هي القناة اللي موجودة هون، لأنه هي القناة للشباب وللبنات، بس هي القناة بس للشباب. للصراحة أنا محرج جدا أسوي هذا الفيديو، ولكن مهمتي أساعد الشباب بكل شيء بواجهوا فيه صعوبة. لهيك أنا موجود هون، لهيك أنا عندي 1,000,000 متابع على اليوتيوب، لهيك أنا موجود، لهيك هذا الفيديو رح يكون رزيل ومبهدل شوي، ولكن إذا أنت بنت اطلع، وإذا أنت شاب خليك بهذا الفيديو. بس بدي أحكي لك شغلة، أنا محرج جدا، بدي أحكي لك الشغلات اللي بدي أحكيها بهذا الفيديو، ولكن مجبر أحكي لك إياها مشان أساعدك يا أخوي أنت بكل شيء أبوك ما زعلك فيه. ليتس جو، خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. لازم تنظف أول خلفية. واجبي أحكي لك كل الشغلات اللي أبوك ما حكي لك إياها بهذا الفيديو، لهيك بدي منك تنظف الخلفية تبعتك، لأنه ريحته وصلت للصين، بالأخص إذا أنت عايش بأوروبا. والعالم اللي عايشين بأوروبا بيعرفوا أنا إيش قصدي، لأنه نحن ما عندنا شطافات تشطف شو اسمه. نعم. فإيش بتساوي؟ بتمسح بالمحرمة. صرت أجنبي. قرب لعندي. هيك أبوك علمك؟ ما علمك، أكيد ما علمك. أمك علمتك؟ أكيد لا. بس أخوك قزاز موجود هون، ولكن أنت صرت أجنبي. نسيت أصلك وفصلك، ونسيت إنه أنت يفضح كبرتك. عم بتنشف بالمحرمة، عم بتنظف الخلفية بالمحرمة. خجلتنا قدام العالم. بتروح وبتجيب قنينة مي بتشطف حالك. شوف وسخ وقرف وريحة كلاب عم تطلع من الخلفية تبعتك. دير بالك. وحتى إذا أنت قرب بعرف شو عم تساوي أنت. حتى لما أنت بتلبس بوكسر لونه أبيض، إيش بيطلع على البوكسر؟ بيطلع بقع القرف. يفضح كبرتك. هذا الشيء مو عيب، هذا الشيء ما راح أخجل منه، لأنه مجبر أنت كإنسان تكون نظيف. إذا الخلفية ما نظيفة عندك، إيش بصير معك؟ ريحة القرف تطلع. أوكي. لما بدك تتجوز، رح أحكي لك إياها من الأخير، أنت أخوي. هذا الفيديو ما بقى فيه بنات أبدا. طالعتهم بأول الفيديو. لما أنت بدك تتجوز والبنت بدها تنزل تحت، أوكي؟ عم تفهم إيش قصدي؟ تخيل إيش بصير معها؟ بيغمى عليها، لأنه روائح القرف اللي موجودة جنب شو اسمه عم بتفيح. هذاك الوقت بتبطل ابدا ما بتدقر لك شو اسمه ابدا. دير طلع. مو بحبك، عم تفهم علي؟ انت اخوي وانا بعشقك. شوف الفيديو هذا محرج، ولكن ما عندي مشكله، عم بعطيك اياها من الاخير لانه بحبك. والنظافه من الايمان. شوف والله في عالم بيقول لك انه ما بصير. النظافه من الايمان. انا عم بقول لك نظف شو اسمه. خلصنا نظفه. ابوك ما حكى لك هذا الشيء، انا رح احكي لك اياه. بدي منك يا اخوي تحتفظ برايك الشخصي. وهذا الشيء يعني اذا انت عندك ديانه معينه، اذا انت عندك اعتقادات معينه، اذا انت بتحب شغلات وبتكره شغلات، بدي منك تضل على هذا الراي اللي انت عندك اياه وما تغيره بس لانه اجت بنت جديده على حياتك. كثير شباب انا بعرفهم، اوكي، بيغيروا ارائهم الشخصيه، بيغيروا الشغلات اللي بحبوها والشغلات اللي ما بحبوها فقط لانه تعرف على بنت جديده، فبيبطل بحب الشغلات اللي كان يحبها، بصير بحب شغلات هو ما كان يحبها من قبل، بس كأنه في بنت اجت لعنده حياته. شوف ابوك ما راح يحكي لك هذا الشيء، بس لازم تعرف مجرد ما انت تغير رايك الشخصي بالشغلات اللي انت كنت بتكرهها او الشغلات اللي انت كنت بتحبها منشان بنت، ما بصير. لانه هون انت حتى لو بدك تخلي البنت تعجب فيك ما راح تعجب فيك. صدقني. تعرف ليش؟ لانه انت بتصير مثل كأنه ما عندك شخصيه، وبتصير انت بتغير، يعني بدك تساوي كل شيء بس مشان ترضيها. عم بتفرجيها انه انا ما عاد انا دين كتير، ما عاد احب الاكله الفلانيه، ما عاد اكل بايدي، صرت اكل بالشوكه وبالسكينه. شوف انا باكل بالشوكه وبالسكينه وباكل بايدي، ما بهمني ابدا. حسب المكان اللي انا فيه شو انا برتاح باكل. ما بدي اغير الشغلات اللي انا بحبها والشغلات اللي انا بساويها بسبب العالم، لا. بحب اكل بايدي. انا لما باكل فروج يا محمد ايش بساوي؟ بحرق الفروج، بحط الخبز. لما عم باكل مجزره. اذا انت سعودي عم تشوف هذا الفيديو، شلون بتاكلوا انتم؟ شلون بتاكلوا؟ الرز بالايدين، تعجلون عجل وتحطوه في تمكن. اشرح. نعم هذا الشيء مرتب، لازم ما تغيره اذا تعرفت على بنت. اوكي وبدك تفرجيها انه انت كلاس.
بدل ما تاكل بايدك بتصير تاكل بالشوك وبالسكينه. حبيب للاسف يا اخوي ابوك ما حكى لك هاي القاعده لانه ما بيعرفك، لهيك اجى اخوك كزاز لحتى يحكي لك اياها. واحد، بدي منك تركز على المصاري، بعدين بصير عندك قوه، وبعد ما يصير عندك قوه النسوان بتجي مثل الكذب لعندك انت يا اخوي. في فيلم اسمه توني مونتانا، هو عم يمشي مع رفيقه بالمسبح عم يحكي له هاي الكونتري بدها مصاري اول شيء، بعدين بصير عندك قوه، بعدين المصاري. هيك كانت ثواني اشوفها. مونتانا، شوفها. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. عم تفهم علي؟ اخوي انا بحبك وبدي انت تطالع مصاري مثل الكذب ويصير عندك قوه مثل الكذب، لان النسوان بعدها رح يكونوا مثل الكذب. ولكن ايش بتساوي مثل ما ساوى اخوك الدكتور كزاز، ثبت على وحده. ابوك ما حكى لك ايمتى تترك البنت يلي انت بتحبها او يلي بتحكي معه. شوف، البنت يلي بتنرفزك كثير وبتعمل حركات انت بتكرهها وقلت لها انه انت لازم ما تعمليها بعد اليوم ولساتها بتعمله، هاي البنت يا اخوي لازم تتركها قبل فوات الاوان، لانه اذا ضليت معها اكثر فانت رح تتعود عليها اكثر. هذاك الوقت انت بتحس انه هي جزء من شخصيتها فانا لازم اتقبلها. لا يا اخوي، انت ما لازم تتقبل، انت لازم تكون مع بنت مرتبه وكثير منيحه لإلك لحتى توصل اهدافك، لحتى تساوي كل شيء بدك اياه وتكون عايش حياه حلوه. ما بدك تجيب اولاد والمرأة بتساوي نفس الشيء طول الوقت معك، ما بتحترمك، بتعمل شغلات ما منيحه ابدا لك، حتى لما انت بتبعث لها رسائل ما بترد عليك بسرعه وبتطنشك وبتساوي هدول كل الشغلات. اخوي لانه انا بحبك بدي منك تتركها، اوكي؟ لانه اذا في بالبنت هيك مواصفات فانت لازم تهرب مباشر، لانه هي البنت انت اذا انت ضليت معها فانت عم بتضيع وقتك على الفاضي. بعرف الموضوع كثير صعب انه تترك حبيبتك، اوكي؟ بالاخص اذا انت ما عندك ولا اي رفيقه ولا اي حتى رفيق، فهي بس هي الرفيق والرفيقه معك بالحياه ومفكر انه هي كثير مرتبه ومنيحه. بس انتبه يا اخوي، انا موجود هون بالحياه لحتى اساعدك. شوف، اخوك كزاز سوى اكبر تجمع بكل الوطن العربي يلي فيك انت تتعرف فيه على كثير شباب من عمرك انت، حتى لو كان عمرك 15، لو كان عمرك 18، لو كان عمرك 30 سنه. لاي شخص عم بشوف فيديوهاته القزاز موجودين جوا لحتى يساعدوا بعض ولحتى يستفادوا من بعض. هلا انت بتكون عم تسال ليش عملت هذا الشيء؟ لانه يا اخوي انا عندي عقده وانا صغير ما كان حدا بساعدني ولا حدا مهتم بالشيء اللي عم بساويه ولا حدا بيعمل لي ولا اي شيء ايجابي لحتى انا اكون مبسوط حتى اساوي اي شيء. طول الوقت كانوا رفقاتي عم يحطموني، طول الوقت كانوا اهلي عم يحطموني، طول الوقت كان عندي رفقات سلبيه مثل الكذب، ولا اي واحد كان عم يساعدني لحتى اوصل لاهدافي. بوم، وصلت اهدافي من دون ما يساعدني ولا اي حد. بس هذا الشيء طول كثير معي وتعبني زياده عن اللزوم. بوم، تحت بصندوق الوصف يا اخوي بتلاقي التجمع، كل شيء واحد موجود على هذا الفيديو راح يروح لهين، اوكي؟ فانت لما تدخل في قواعد، اوكي؟ اقراهم، شوف الفيديو، بوم، اضغط اوكي، ادخل لجوا. بس تدخل لجوا رح تشوف عالم مثل الكذب. ادخل ودور على العالم يلي انت مهتم فيهم واحكي معهم وساوي صداقات وبلش اشتغل وظبط حياتك واسالهم عن كل شيء انت بتواجه فيه صعوبات لحتى تكونوا احسن مجتمع بالكوكب كلياته. هاي القاعده كان ابوك مجبور يحكي لك اياها. لما بدك تروح لعند البنت وتطبقها او تتعرف عليها وهي بتقول لك لا وبتقول لك بعد عني وبتقلعك، صدقني ما انت الخسران، هي الخسرانه. ليش؟ لانه يا اخوي انت ارجل شخصيه عرفتها التاريخ. طلع على وشك، طلع على جسمك، طلع على حياتك، طلع على الشيء اللي انت عم بتساويه كل يوم، عم بتحاول بايديك وباجرك تساوي احسن نسخه لك، وهي الخسرانه. انت عم بتحاول تتمرن بجديه، انت عم بتحاول تطالع مصاري، انت عم بتحاول تلبس لبس مرتب الى اخره. لما هي بتقول لك لا فصدقني هي خسرانه، لانه هي ما فتحت الكتاب. عم تستوعب علي؟ شوف، انت مثل الكتاب، بجوز من برا انت مالك عم تلمع، بس لما عم بيفتحوك من جوا وعم يقروك عم تحكي لهم عن الماضي تبعك، عم تحكي لهم انت ايش عانيت، ايش سويت، وين وصلت بحياتك، الشيء اللي انت سويته، الدراسه اللي انت درستها، الشغلات كلها هدول، بوم، بيطلع معهم كتاب ثمين وذهب. انت ذهب، انت الماس، انت ارجل شخصيه في الكواكب. هذا الشيء اللي ابوك كان لازم يحكي لك. فرجيني مين بيحكي معك هيك شغلات؟ ولا اي شخص على اليوتيوب، ما في ولا اي شخص بالتاريخ بيحب يساعدك قد ما انا بساعدك.
وقد ما انا بحب اساعدك. واذا عندك اي شيء اكتب تحت بالتعليقات لحتى انا امسك الكومنت تبعك واعمل لك فيديو باسرع وقت ممكن عن الشيء اللي انت عم تواجه فيه صعوبات. ليتس جو، خلينا نفجركم. شفتها؟ اليوم باول، اليوم باول. انتبه، دير بالك تنسى انه انت اخوي الاصلي وانت سوبر سكسي.